عرض الطلبة نشاطاتهم في التظاهرة الخاصة بيوم الطالب وبرامجهم من مختلف نوادي الجامعة، كما وجهوا مجموعة من النصائح لأقرانهم. فلنشاهد. نحن هنا اليوم متواجدون باسم نادي آفاق الإعلام أحسن حمران، والذي ينشط تحت شعار طلبة الإعلام على خطى الإعلام. متواجدون لعرض ما تم من نشاطات ومن برامج للطلبة الذين شاركوا معنا في النادي من خلال مناسبة يوم الطالب ذكرى 19 ماي 1956. نصيحتي للطلبة بمناسبة يوم الطالب وإحنا موجودين أنهم يتقربوا ويشوفوا مثل هكذا نوادي، من خلال يروحوا لمقرات النوادي، ينضموا لمثل هذه النوادي، لأنه النادي راح يخليك تنشط أكثر وأكثر وتتغلب على الخوف من خلال الكاميرا، تتغلب على بزاف حاجات وتخليك طالب كفء، وين يوم بعد يوم تقدر تمثل نفسك وتقدر تتحصل على منصب شغل. لما لا؟ النصيحة اللي نقدر نقولها انه هذا النادي ولا اي نادي في الجامعات راح يمد لك واحد الفرصة ولا واحد الخبرة والاكسبيريونس اللي ماش تلقاها بالك في الحياة العادية، انه تكون طالب تجي من الدار لافاك وتعاود تولي، لكن النادي راح يفتح لك مجالات وراح يخليك تشارك في دي زيفينمون، في مؤتمرات، في دي فورماسيون، راح يطوروا واحد العفايس يسموهم لي سوفت سكيلز. النصيحة اللي نقدر نقولها لاي طالب انه ينضم للنوادي، لانه فرصة لا تعوض. توفي 7 أشخاص وأصيب 178 آخرون بجروح خلال 24 ساعة الأخيرة على إثر حوادث مرور سجلت بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لمصالح الحماية المدنية. وأضاف نفس المصدر أن عناصر الحماية المدنية لولاية الأغواط تدخلت من أجل تقديم الإسعافات الأولية ل3 أشخاص جراء استنشاقهم لغاز أحادي الكربون داخل منزلهم العائلي ببلدية ودائرة أفلو. كما تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة على إثر انفجار غاز المدينة داخل شقة بحي علي منجلي ببلدية ودائرة الخروب، تسبب في إصابة شخص بحروق من الدرجة الثانية.